هذا الذي كان هو مثلا مولانا جلال الدين الرومي، شاعر عالم، لم يتعلم الفلسفة الأرسطية المشائية ولا الأفلاطونية ولا الأفلاطونية، لم يدرس في أوروبا أبدا، درس العلوم الإسلامية التقليدية العادية، لكنه لم يكن تقليديا ولا عاديا بالمرة. لماذا؟ لأنه كان عارفا بالله، أخذ الدين من باب الرحمة والحب، فتعرف على الله حقيقة، وأنتج خطابا أيها الإخوة إلى اليوم لا يزال خطابا كونيا عالميا يبخى عليه اليهود والنصارى البوذيون الهندوس، وطبعا من فهمه من المسلمين، وأقل ناس يفهمونه طبعا العرب بالذات. العرب بالذات لا يعرفون من هو جلال الدين الرومي للأسف الشديد، لأنها كذا، ونحن الأكثر تبجحا طبعا، وإحنا عندنا مفاتيح الجنة والنار بالذات، من نبي عربي إحنا بالذات نحن أبو الإسلام وأمه، يعني بندخل الجنة وبندخل النار، تبجح مقرف، أنا أقول لكم مقزز حتى. هذا الرجل يقول: صرت كالفرجار، تعرفون الفرجار؟ تبع المهندسين. فبين رجل من رجلي الثنتين تقف ثابتة في أرض الشريعة. كان يقول: أنا تراب، بل غبار تراب في سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا، أنا عبد القرآن يقول، وغبار تراب في سبيل محمد، أنا مش أكثر من هيك يقول الرومي. لكن بين رجلي له رجلان، رجلان الفرجار، ثابتة يقول في أرض الشريعة لا تزول، دارت الأخرى على 72 ملة. بين رجلي ثابتة في أرض الشريعة لا تزول، دارت الأخرى على 72 ملة. كيف؟ هل يمكن لمسلم أن يكون كذلك بهذه السعة، أن يسع العالمين؟ طبعا، لأنه ابن دين يقول: إلا رحمة للعالمين. ابن دين يقول: الحمد لله رب العالمين، مش رب الطائفة أو رب المذهب أو رب أمة محمد، رب العالمين. وحين سمع سراج الدين القونوي، مش صدر الدين، سراج الدين، صدر الدين كان محبا جدا للشيخ جلال الدين، تلميذ محي الدين، لكن هذا سراج الدين من أهل شرح الظاهر، سمع بهذه العبارة استطير غضبا، وأرسل أحد مقربيه إلى الشيخ جلال الدين قدس الله سره يتحقق، يستجوبه في محضر من الناس كيما يحرجه. قال له: يا شيخ، هل قلت أنت كذا وكذا؟ فرجار و72 ملة؟ قال: نعم قلت هذا. قال: الله أكبر، تبا لك أيها الكافر، أيها الزنديق، خرجت من ملة محمد. وجعل يشتم ويسب ويكفر في الشيخ، والشيخ لا يزيد على التبسم. وبعد أن انفتأت حدة غضب هذا المقرب من سراج الدين القونوي، قال له الشيخ أمام الناس: ومع ذلك أنت منهم أيضا، أنت من الذين أدور عليهم وأسعهم. أنت واحد منهم، أسعوك عادي، أسع المتطرفين والمتنطعين والمكفراتية والذين يريدون دمي ورأسي. قال: أسعهم، أنت منهم. قال الرجل متعجب: إيش الرجل هذا؟ هذا الإسلام بلغة الرحمة، الإسلام بلغة المحبة، الإسلام الكوني. والله العظيم لن ينتشر الإسلام ولن يعم أيها الإخوة كما وعدنا الله ورسوله إلا بهذه المقاربة الرحمانية المحبة، مش مقاربة السيف والدم والقتل والكره والتكفير التي يعاني منها المسلمون الآن أكثر من غيرهم، أكثر من كل غير المسلمين، وندفع ثمنها صباح مساء. وقال لك هذا الإسلام. لا، ليس هذا الإسلام. الإسلام هو إسلام المحبة، إسلام الرحمة أيها الإخوة. الشاعر الألماني العظيم اللي درس الأدب الألماني يعرف هذا الشاعر، فريدريخ روكرت، شاعر ألماني كبير، ترجم أشياء من الأدب العربي والفارسي نظما إلى الألمانية، مقتدر في القرن ال19، توفي في آخر ال19. فريدريخ روكرت يقول: أين ذاك النجم الذي هبط على الأرض وإلي وصل نوره؟ أين مولانا جلال الدين، أعظم العارفين وأقدس المقدسين في كل الأمم؟ شاعر ألماني روكرت الذي ترجم مقامات الحريري وسماها أطوار فيرفان لونكين ديس أبي زيد، أطوار أبي زيد هي مقامات الحريري. هذا الشاعر روكرت يقول: هذا أقدس المقدسين، أكبر قديس قال في كل الأمم جلال الدين الرومي. عجيب، لماذا؟ كيف؟ هذا شيء محير يا إخواني.
لماذا يكون شاعر مسلم عارف مسلم باعتراف غير المسلمين أقدس المقدسين؟ طبعا باستثناء الأنبياء والمرسلين، الأولياء والقديسين. لماذا؟ أنا أقول لكم: لكونية اللغة عنده، يتحدث بلغة كونية، لغة إنسانية أوسع من كل ما هو أضيق، وأنتم افهموا. طب من أين أخذ؟ هو دائما يؤكد، يقول: قرآن، أنا منبع القرآن والسنة، يقول. ورسالتي كله، يقول، التوحيد. قال: تريد هدف عرفاني وهدف دواويني، خاصة المثنوي؟ التوحيد، يقول، الدلالة على توحيد الله، توحده حقا. قال: وكل ما ليس من التوحيد فهو صنم. تذكر مرة كلمة للمستشرق الإنجليزي الكبير آرثر جون أربري. هذا المستشرق يقول: سأنفق ما بقي من عمري في دراسة أعمال مولانا جلال الدين الرومي. إيش هذا؟ بروتستانتي هذا؟ إنجيلي هذا؟ كاثوليكي هذا؟ أرثوذكسي؟ مسلم هذا. هذا عارف بالله وشاعر وفقيه وعالم مسلم، بس أنت مسيحي إنجليزي ابن بريطانيا العظمى. ما القصة؟ قال: سأنفق ما بقي من عمري. طبعا هو درسه سنوات طويلة في دراسة أعمال مولانا جلال الدين الرومي، الرجل الذي نجح في أن ينقذ أهل بلده في وقته قبل 7 قرون، قبل 7 قرون، من فساد كبير وعذاب عظيم. أما أوروبا اليوم، يقول، أوروبا المنقسمة، أوروبا المتعفنة، يقول أربري، فليس لها ما يمكن أن ينقذها غير أعمال مولانا جلال الدين الرومي. شيء تخشى الأبدان، مش معقول. مفكر كبير، دارس عظيم مثل أربري يقول هذا؟ ما الذي وجده عند جلال الدين الرومي؟ إيش في عند الرومي؟ يا سلام، جلال الدين الرومي مسلم، واليوم قتلة اليوم ومكفرتية اليوم وصناع الكراهية والأحقاد والصورة السوداء عن الله والرسول والقرآن والمسلمين اليوم مسلمون أيضا. نعم، للأسف. مسألة تفسير، يقول لك، مسألة تفسير. هكذا فسروا الدين وهكذا فسره الرومي. كيف فسره الرومي؟ كيف فهمه؟ لا يمكن أن تبقى المسألة، أحبتي في الله، قيد ماذا؟ النسبية. أنه مسألة تفسير، مسألة تأويل. الإسلام يقبل أن يكون هكذا ويقبل أن يكون هكذا ويقبل أن يكون بين. غير صحيح. هذه عدمية في التفسير، هذه عدمية في التأويل، عدمية في الفهم. المسألة ليست هكذا. لابد أن نعود إلى دستور هذا الدين. كما قلنا، إيش أولوية الله في القرآن؟ واضح أنها الرحمة، رغما عنا. مسألة إحصائية، مسألة إحصائية. الله يذكر الرحمة أيها الإخوة 200 مرة، يذكر العذاب 17 مرة. عجيب، مسألة إحصائية. إذا الأولوية الرحمة مش العذاب، رغما عني وعنك. ما في نسبية هنا، رغما عني وعنك. هذه أولوية الله. وبعدين الله لا يخوض معارك. الله تبارك وتعالى لا يخوض معارك بذاته، لأنه لا أحد يقوم من الله، لا أحد يبلغ من الله أن يضره فيضره، لا أحد ولا العالمون، أليس كذلك؟ نحن الذين نخوض بالمعارك، نحن الذين يعتدى علينا. أولوية الله ليست خوض المعارك، أولوية الله رحمة العباد، هداية العباد، الحدب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا إله إلا الله، هذه أولويته. لكن نحن لنا أولويات متحركة. حين يعتدى علينا تصبح الأولوية أن ندفع عن أنفسنا فقط. إياك أن تجعل أولويتك المتحركة النسبية الظرفية المشروطة أولوية لله كرب للعالمين، وتقول هذا دين وهذا هو الله. هذا غلط، هذا إلحاد في الله. سميته مرة إلحاد المؤمنين. هذا إلحاد المؤمنين. أنت تحمل الناس على أن يكفروا بهذا الرب بهذه الطريقة، لأنك أناني وأناني صغير. حولت نفسك إلى إله زائف، جعلت أولوياتك المتحركة المظروفة أولوية رب ثابت مطلق لا إله إلا هو. أي فقه في الدين هذا؟ أي طريقة في الفهم هذه؟ لكن طريقة بعض الفقهاء كذا للأسف، وكثير من هؤلاء المتنطعين. فالمسألة ليست أيها الإخوة قيد النسبية الفضفاضة العدمية هذه، لا، كما قلت لكم أخضع أحيانا حتى لمنطق إحصائي، أحصوا الآيات، فضلا عن القراءة المعمقة والتأويلات، فضلا عن القراءة